بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا، هات العصاية دي. مرحبا عشان أوري للناس أهي. مرحبا أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي الأزهري عم الحاج محمد باشا. سعدية ونفيسة. يبقى تيجي في ميعادك يا ستوتة بعد كده. الحديث الأول: حق المسلم على المسلم. أنا ليا كذا حق عليك يا عم الحاج. ده أنا عمك. مش كده؟ يعني ليا حق ان انا مسلم، حق ان انا ابن خال ابوك، حق ان انا جارك. يا نهارك، ده انت ليك يابا، ده انت حقوقي جامد عليك قوي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طبعا، عبد الله بن عمر صحابيين، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامه، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. المعاني: لا يسلمه، ما خدوش اسلمه للعدو. انا في جوارك يا شيخ محمد، اجرنا من اجرت، الناس اجرنا من اجرت يا حاج محمد، لكن هاتوا حق. ايه ده؟ انت تهجمك عليه وتاخده من بيتي اعتداء عليا، لا يمكن اسلمه لك. ده ديني بيامرني بكده، ولو فيها دم مفيش حاجه اسمها اسلمه لك. اسلمه لك فين؟ التجا الي فهو في حمايتي. حينما تنتهي وعايز يروح بيته وعايز يبقى يشوف حل معاه، لكن في بيتي انت بتقتحم عليا كده حرمتي. يبقى في اصول. ما سلموش خلاص اهو، خدي اهو، او راح اوديه هنا او هنا، ما ينفعش. خلاص. فرج بمعنى كشف او ازال عن همي. كربه الغم الشديد الذي يضيق به النفس. الكربه واحد استغفر الله العظيم يبقى عمال ياكل في نفسه، يبقى ده غم شديد يتضيق له النفس. ستر مسلما رآه على قبيح فلم مش اشوف، ما شفتش اصلا، شفت يلا بقى مش عايزين نقول بقى يا عم. يا عم في ايه؟ شفت ايه يا عم؟ خلاص بقى اصلحت. استغفر الله العظيم، ما انت قلت اهو. خلاص ايه؟ ما انت خربت الدنيا. يبقى شفت واحد على معصيه، ما حدش كبير على المعصيه، ما حدش كبير على المعصيه، ما حدش مننا معصوم ابدا مهما كان، من شيخ الازهر للفراش، ومش قادح بالفراش يعني. ما حدش كبير على الكلام ده، ما فيش معصوم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يا عم، يبقى ما فيش حد يعيش دور بقى انه ايه، انه خلاص بقى شوف اللي حصل كذا وكذا وكذا وعمل كذا وسوى. يا عم خلاص، ربنا يستر ولادنا ويسترنا. انت بتعمل ايه؟ ده انت خربت الدنيا بعد ما فتحتها. وستوته دي اسكتي يا اختي وشفتها. استغفر الله العظيم يا رب حصلوا. بلاش نتكلم عشان ما نجيب سيره الناس بقى عندنا. ولا ايه يا حاجه؟ ده الشارع كله سمعك. ولا ايه؟ ده انت خربت الدنيا. ما ينفعش طبعا الكلام ده، عشان هي بتخوض في اعراض الناس. ماشي. المعنى العام: اخوة المسلم مسلم تعني توثيق العلاقه بينه وتوثيق ان يستدعي المحبه والموده والرفق والتعاون في الخير وبذل النصيحه. انت اخويا انصحك، انت اخويا اقف جنبك، انت اخويا ادلك على الخير، امنعك من الشر. انت كده اخويا في الاسلام. وانما يضيف العلاقه بين الناس الظلم. هنا بقى هيضعف العلاقه. الظلم وهي ظلمات يوم القيامه، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الظلم. لو ظلمتك ما فيش حبيب وحبيبك بقى، ولا قريب ولا عرفك اما انت ظلمتني. يبقى هنا الظلم بيقطع الايه؟ القرب والمحبه بين الناس. فيما يرغبنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وما جزاء من يسمى حاجه اخيه يسعى في حاجه. انا بسعى ان انا اخدمك، اودك مثلا، ربنا يحفظه، دكتور في الجامعه، تلميذ بيطلب من حاجه بيعملها، حتى نتيجه هو مش مكلف يشوف نتيجه الناس، والناس بتقول لها مستريحه على بيوتها. دكتور عبد الناصر لو سمحت والله النتيجه بس. حاضر. صح مش بيحصل؟ مش كده؟ انت شفتيه؟ ايه خلاص. فده راجل بيقوم على خدمه الناس. والله في واحد مش فاهم ده، طب تعالى لي بعد المحاضره اشرحه لك بدون مقابل. حاضر يا ابني، دي كذا وكذا، واشرح له اللي هو عايزه. يبقى ده دكتور محترم، مش كده ولا ايه؟ وكده ده كده بيقوم على ايه؟ على حاجه الناس. ماشي يا عسل؟ يبقى هنا حق على الانسانيه وحق على الاسلام، وحق المسلم على اخيه المسلم حين يعينه على ظلم ويسعده على رفع الظلم. انا لو جيت جنبك وساعدتك على الاجرام، انا كده مش معاك، انا بوقعك في المصيبه. خلاص؟ يعني انا دلوقتي ما بتنصحنيش، ما بتقوليش ده غلط وده صح، بتسيبني اقع في الغلط، يبقى انت كده مش اخويا. اخويا تنصحني، لا ده يا شيخ محمد ده غلط، ده مش عارف ايه كده، انت معايا حبيبي. الترغيب في قضاء حوائج الناس. يرغب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في سد حاجه المسلم وتخفيف الشده عليه. انا بخفف عن الناس، مش اقرف الناس. يعني روح المستشفى النهارده، روح جيب ورقه مش عارف منين، وهات لي خف منين، واعمل لي هباب منين. يا جدع ده انت طفشتني، مش عايزين نتعالج، وتسيب الدنيا وتمشي زهقان منه. صح؟ واخد بالك؟ يوديك 100 مشوار وانت مش قادر تمشي. يا عم الحاج سهل على الناس، سهل على الناس.
فمن سعى في حاجة أخيه فإن الله تعالى يقضي حاجته. طيب سعى المسلم في حاجة أخيه دون أن ينتظر منه نفعا، أنا مش عايز مقابل، مش الله أبدا دي عشان الشاي، لا شاي ولا قهوة متشكرين، يبقى لله مش محتاج لا شاي ولا قهوة. البحث على إيه؟ على ستر، اللي هو إن إحنا بنبحث عن الستر والحث عليه. أنا ببحث عن الموضوع ده إن أسترك، وأحس الناس إن نستر بعض، وإن إحنا ننصح بعض، وأحس المسلمين إن إحنا نستر بعض، وما نعيش بقى لك طول النهار بأعراض الناس. طيب قصصا هنا حث على ستر المسلم اخاه المسلم اذا ما راه على معصيه، ما حدش فينا كبير يبقى ما تعيش ان انت الولي اللي مش عارف ايه وتكها، لا، اما انت ممكن تقع في نفس المعصيه بعد شويه. فلا يفضحه بين الناس ولا يشيع ذلك عنه، بل ينصحه بالالتزام احكام الدين، لقول الدين النصيحه. خلاص، ما حدش فينا خالص وما حدش فينا ولي يعني من اولياء الله الصالحين ولا حاجه، احنا كلنا عبيد وبنعمل كل حاجه، واحد بيعمل صح وبيعمل غلط وبيعمل كل ربنا يستر نصر جميع المسلمين. الستر على المسلم لا يمنع من النصح له او الانكار عليه بلطف ورفق، يعني ما انت بتعمل كذا ليه، ده انت بتاع، واقعد ارزع فيه، ايه يا عم حتى وانت كنت نبي، ما انت زي الانسان عادي، ممكن تعرض للفتنه وتقع فيها، محدش كبير على الفتنه اصلا. فاهمين الحته دي؟ محدش كبير على الفتنه طول ما احنا احياء، طول ما الدم بيجري في عروقنا والروح موجوده فينا، محدش كبير على المعصيه، محدش كبير على المخالفه، محدش كبير عن غوايه الشيطان، محدش يعيش دور الملك والولي والملائكه، لا لا لا، احنا عبيد يا حبيبي غلابه، ربنا يستر. طيب حلو كده الكلام، ما تهزش بتاع يا عم محمد عشان ما تهز كمان. واما الذي يجاهد بالمعصيه امام الناس، ده قله ادب بقى، ده ضرب البلغه القديمه، ليه؟ فلا غيبه في ذكر معصيه، ده قله ادب. وانا بقى المعلم احمد كتكوت، لا ده كتكوت، واخد بالك، وبيشرب هباب وطيق، اقول له معلش يا اخي اتقي الله استر على كتكوت، ده كتكوت بيشرب في الشارع. وعلي عجله وسيد مطر واحمد برنيك والاشكال دي، المسميات دي في الشارع قدام الناس، هو ما سترش نفسه، ده فضح نفسه، فانا حذر منه. مش هقول لك يا اخي اتق الله، لا يجوز ايه ده، هو باله الدنيا. لكن لو واحد بيعمل معصيه ومتداري وانا شفته مراش افضحه، لكن ده بيتباهى في الشارع، انت فاهم؟ هناك فرق بين من يجهر بمعصيه امام الناس ويفتخر بيها ومش عايز ستر ولا حاجه، ده عايز منيل بنيله، وان واحد تاني مستور وانا جيت بصيت عليه قدرا فكشف ستر الله عنه فرايته، ما اروحش الله يا عم اعمل لي بيها بتاع يا عم وخارب الدنيا واقعد اجيب اقطع في طبره، ما ينفعش. هذا الحديث الشريف فيه اداب جميله قوي، التعاون، الحسن العشره، الالفه، الستر على المؤمن، ترك التسميع به والتشهير. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم، على ما تكون المجازاه في الاخره. في الحديث ان المجازاه قد تكون في الاخره من جنس الطاعه في الدنيا. اذكر بعض الامور الاخرى التي حثنا عليها حديث هذا الحديث. حث على مساعدة المسلم على رفع الظلم وتخفيف البلاء، الحث على الاهتمام بالايه؟ في الاهتمام بالقلوب، ان يصدر المسلم في اعماله. خلاص يبقى ماشي مالك يا حاجه، انت معانا ولا بتعملي ايه؟ طب ركزي استفيدي من حاجه تسمعيها. فامر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفي الحديث حث على عدم احتقار المسلم مسلم، فما احتقركش، ما انا زيك عبد يعني، ما زالت في عروق بتنبض وما زال الروح موجوده. ممكن حسن الختام وسوء الختام ده بيد الله تبارك وتعالى، فما حدش يعيش دور ان هو يعني خلاص يعني خالص مخلص، لا. لو كانت احدى قدميه في الجنه، طب روح بتاع المانجا، خلاص خلاص يا مانجا، خلاص كده يا سيدي. يبقى لو رجل سيدنا ابو بكر قال ايه؟ لو كانت احدى، لا امنوا على مكر الله، مش مكر يعني المكر بتاعنا، ولو كانت احدى قدميه في الجنه. ما حدش ضامن نفسه يا جدعان ما لم تخرج الروح. ماشي يا عمي. الامام احمد وهو بيموت فقال لا، كل شيء اقول لك لا، فبقول ابوي لا ايه يابا؟ قال جاءني ابليس فقال قد نجوت يا احمد، فاقول له لا، لازم لما تطلع الروح يبقى خلاص، لكن لسه فيا روح ممكن اقع، محدش كبير يا جدعان. خلاص كده. علامه تكون المجازاه في الاخره، ان المجازاه قد تكون في الاخره من جنس الطاعه في الدنيا. قلنا الكلام الجميل دون، شروط ظن عاقبته الى اخره. الحديث حث على عدم احتقار المسلم فلا يحتقر عمله. الحاجه الاخيره فكون ذلك شرط اللي هو شر وظلم عاقبته وخيمه وفيه قصاص يوم القيامه. الحديث بيرشد الى، قلت لك يا عم محمد لو وقفت وسعديه خليك معايا، لو حصل اتزنقت مش فاكر، حط كلام جميل لحضرتك وهات نقطه من الحديث، هات فقره من الحديث جميل كده وحله وكلام عليها لو انت اتزنقت.
حافظ يبقى خير. حض المسلم على التعاون والتراحم والتناصر والتناصح فيما بينهم، حلو. العمل على تقويه الروابط الاسلاميه والوفاء بحقه. ان يقوم المسلم بحقوق اخيه احتسابا لله وثقه بما وعد به سبحانه في كريم. الجزاء في الاخره يكون من جنس الطاعه في الدنيا. قال هي الخواتيم، هي الايه؟ الخواتيم. من يختم له بخير فقد ختم له بخير، ومن يختم له بالسوء فمحدش يامن الايام بتاعته اللي هو عايش فيها، بالذات الايام الحاجه دي. يمسى رجل مؤمن ويصبح كافرا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. محدش كبير على الفتنه. ماشي يا عم الحاج محمد. ده الحديث اللي هو بتاع ايه؟ الحديث الاول. كفايه وناخد حديث ثاني؟ كفايه؟ طيب.